عايزك بص بس يا صديقي على الأواني دي، أواني مصر القديمة. عايز تفهمني بقى إن الناس دي نحتت بأواني بأدوات يدوية، طلعت الصقل ده يدوي؟ استحيل. يعني أنت بص من الداخل إن كانت في شيء معدة شغالة بتنحت فيها من جوه، الخطوط بتاعتها خطوط مستوية كمان، مستقيمة أو متساوية في الأبعاد. فيجي يقول لك ده نحت يدوي، قول له أنت كذاب. يعني أنا مش يعني عايز اقول لك الالاباستر والشيست والديوريت من اصعب الاحجار اللي ممكن تتنحت صلادة كصلادة صعبة جدا تتنحت يدوي. تعالى بص شوف الطريقة، الحز واللفة ده. يعني حرام، حرام تقول لي. انا معاك ان هي مصرية قديمة خالصة ومفيش اي تشويش للحضارة ولا في اي حاجة، بس ما تجيش تقول لي بشاكوش وازميل. وليه احنا ما نبقاش فرحانين ان يبقى كان عندنا حضارة متقدمة اكتر من عصر الاسرات والكلام ده، وهي عملت الاشياء دي؟ فما تقوليش يعني، ما تقنعنيش وما تقوليش ده تشوه الحضاره، لان احنا مش محتاجين، مش محتاجين حد يشوه الحضاره. تمام؟ هو حضرتك اصلا الغرب هو اللي كاتب لك تاريخك، فانت سعادتك هو مش محتاج ان بتقاتل على انك تثبت ما هو قاله بس. ما عندناش احنا اللي هنحمد سفاري وده صفحه زي اللي شباب ما بتقول.